السلام عليكم متابعينا الكرام. المغرب يعيش اليوم واحدة من أكبر موجات التشييد وتطوير جيل جديد من الملاعب التي ستعيد رسم خريطة كرة القدم الوطنية. أوراش ضخمة تنتشر في مختلف المدن، بعضها يبنى من الصفر وأخرى تخضع لإعادة بناء وتأهيل شامل، وسط سباق مع الزمن استعدادا لأكبر الاستحقاقات الرياضية. وبين مشاريع الجنوب والوسط والشمال تتفاوت هذه الملاعب بشكل كبير من حيث الحجم والطاقة الاستيعابية والتجهيزات. لكن أي هذه الملاعب الأكبر؟ في هذا الفيديو سنسلط الضوء على 10 ملاعب تنجز حاليا بالمغرب، وسنرتبها من الأصغر إلى الأكبر من حيث الطاقة الاستيعابية، لنصل في النهاية إلى الملعب العملاق الذي سيحطم أرقاما قياسية عالمية. لكن قبل ذلك لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. في عمق الصحراء المغربية، وتحديدا بمنطقة العرقوب شمال شرق مدينة الداخلة، يبرز مشروع ملعب الداخلة الجديد كأحد أهم مشاريع البنية التحتية الرياضية الواعدة في المملكة. المشروع الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا تنفذه شركة رواندي بغلاف مالي يصل إلى 265.6 ملايين درهم، وبمدة إنجاز تمتد ل33 شهرا، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة. صمم الملعب بطاقة استيعابية تصل إلى 15,000 متفرج، منها 5,000 مقعد مغطى، مع اعتماد تصميم عصري بدون مضمار لألعاب القوى، لمنح الجماهير تجربة مشاهدة قريبة ومباشرة من أرضية الميدان. لا يقتصر هذا الصرح على دوره الرياضي فحسب، بل يشكل قطبا تنمويا واقتصاديا يهدف لاستضافة البطولات الوطنية والدولية، وتعزيز مكانة مدينة الداخلة كوجهة رياضية وسياحية رائدة بالمنطقة. يشهد مشروع إعادة بناء ملعب الحسين مدنيب بمنطقة تكيوين في مدينة أكادير قفزة نوعية لتطوير البنية التحتية، بعدما بلغت أشغاله مرحلة متقدمة جدا. يقام المشروع على مساحة تقارب 15 هكتار، بتكلفة مالية تناهز 300 مليون درهم، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 15,000 متفرج وفق معايير الفيفا والكاف. وخلال صيف 2026 تسارعت الأشغال بشكل مذهل داخل الورش، حيث أشرفت مدرجات الجهتين الشمالية والجنوبية والهياكل الخرسانية الأساسية على الاكتمال، مما جعل أجزاء كبيرة من المدرجات جاهزة، حيث أصبح قريبا جدا من الانتهاء، حيث تبقى فقط جهة المنصة وسيشرع بعد ذلك في أعمال التسقيف. وينفذ المشروع وفق مواصفات عصرية تستجيب لمعايير الفيفا والكاف، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ليكون المعقل البديل لأندية المنطقة كأولمبيك تشيرا وحسنية أكادير. في موقع استراتيجي بقلب مقاطعة سيدي بليوط، تشهد العاصمة الاقتصادية ورشا ضخما لتأهيل ملعب العربي بن مبارك التاريخي المعروف سابقا بستاد فيليب، حيث تتواصل أشغال تفكيك المدرجات القديمة لتصحيح عيوب البناء السابقة وتشييد مدرجات عصرية مغطاة، ليرتفع الاستيعاب ويصل إلى نحو 15,000 متفرج وفق معايير الجودة الحديثة. ينفذ المشروع بشراكة بين الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والجامعة الملكية لكرة القدم وجماعة الدار البيضاء، ويهدف التصميم العصري إلى رفع مستوى استقبال الجماهير، مع الحفاظ على الهوية المعمارية والرمزية التاريخية لملعب شهد بدايات الرجاء الرياضي، وكذلك شهد بروز الأسطورة العربي بن مبارك منذ تشييده عام 1920. توثق هذه المشاهد الميدانية حاليا تسارع أشغال هدم وتفكيك الجزء الأكبر من مدرجات الملعب القديمة، وتحديدا المدرجات العلوية التي شابتها أخطاء هندسية سابقة، تمهيدا لبدء المرحلة التالية القائمة على إعادة بناء مدرجات حديثة ومغطاة،
تتسع لنحو 15 ألف متفرج وتستجيب لمعايير السلامة والجودة. من الصفر وبدون ترقيع. بعد هدم الهيكل القديم، هكذا تعيد فاس رسم ملامح ملعبها التاريخي الحسن الثاني. بتمويل مشترك بلغ 400 مليون درهم ينسخ الماضي ليبنى المستقبل. ملعب عصري بلا حلبة مطاطية يضع الجمهور على بعد أمتار قليلة من أرضية الميدان. بسعة تتجاوز 18 ألف متفرج ومرافق إعلامية ومقصورات شرفية بمواصفات حديثة. المشاهد الميدانية لصيف 2026 تثبت تحول الورش بسرعة من إزالة الركام إلى مرحلة البناء الشاق. رافعات ضخمة وأجزاء مدرجات جديدة بدأت ترتفع وتتضح ملامحها في الموقع. هدف واحد يقود العملية: منح العاصمة العلمية ملعبا كرويا ثانيا يليق بتاريخ المغرب والوداد الفاسي، ويعيد الحياة إلى مركز المدينة مع تخفيف الضغط عن المركب الكبير. وفي الناظور عند المدخل الجنوبي للمدينة بالقرب من حي المطار، تتواصل التحضيرات الميدانية استعدادا لانطلاق أشغال الملعب الجديد، حيث بدأت شركة ستام في تجهيز موقع الورش عبر تثبيت اللوحات التعريفية وتركيب كاميرات المراقبة، إلى جانب توفير المعدات الضرورية لتهيئة الموقع وتأمينه. وتأتي هذه الخطوات بعد إسناد صفقة أشغال الحفر وتهيئة الأرضية إلى شركة ستام ضمن طلب العروض رقم 107/2026 بمدة إنجاز محددة في 6 أشهر، ما يؤشر على قرب الانطلاقة الفعلية للمشروع. وسيتم تشييد الملعب عند مدخل مدينة الناظور بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف متفرج مع تغطية كاملة للمدرجات، إلى جانب مرافق رياضية وخدماتية حديثة تستجيب للمعايير المعتمدة. كما سيشكل المشروع إضافة مهمة للبنية الرياضية بالمنطقة، ويعزز قدرة المدينة على احتضان المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى مستقبلا. نعود مرة أخرى إلى الدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة بن مسيك سيدي عثمان. يتواصل مشروع إعادة بناء ملعب تسمة على مساحة 6.62 هكتارا بعد إزالة الملعب القديم بالكامل. وقد انتهت المرحلة الأولى من الأشغال، والتي شملت الهدم والحفر وتسوية الأرض، ليكون المشروع حاليا أمام الانطلاق الفعلي لأشغال البناء الرئيسية. فقد فازت شركة TGCC بالصفقة الثانية بقيمة تبلغ 1,824 مليون درهم، وتشمل تشييد الهيكل الخرساني والهياكل المعدنية والسقف والعزل والتكسية والتشطيبات. وسيكون الملعب الجديد مخصصا لكرة القدم بدون حلبة السباق، بطاقة استيعابية تبلغ 30 ألف متفرج مع مدرجات مغطاة وتصميم حديث، ليشكل إضافة جديدة للبنية الرياضية بالعاصمة الاقتصادية. وفي القنيطرة، يبدو أن ملعب المدينة يطوي أخيرا صفحة سنوات طويلة من التعثر. فمنذ انطلاق أولى أشغال تحديثه في غشت 2015 كان من المفترض أن ينتهي المشروع سنة 2017، غير أن الورش عرف توقفات متكررة جعلت الأشغال تسير بوتيرة بطيئة للغاية حتى وصفت بالسلحفاتية. لكن الوضع تغير مؤخرا بعدما تدخلت الجامعة الملكية لكرة القدم لإعادة إطلاق المشروع والإشراف على استكماله، لتتسارع وتيرة الأشغال بشكل واضح. ويشمل المشروع بناء واستكمال المدرجات وتجديد أرضية الملعب ومختلف مرافقه بطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 35 ألف متفرج. كما تستمر في 2026 صفقات مرتبطة باستكمال المدرجات والتجهيزات من أجل إكماله في أقرب وقت وبحلة جديدة بمدرجات كلها مغطاة. وفي مدينة مراكش،
كما تشاهدون، دخل مشروع تطوير الملعب الكبير مرحلة جديدة في الأشغال الكبرى بعد انطلاق عمليات الإزالة والهدم داخل الملعب ومحيطه، تمهيدا لإعادة تشكيله وفق متطلبات كأس العالم 2030. وفي يونيو 2026 أسند الشطر الأول من الأشغال إلى شركة TGCC بقيمة تناهز 903 ملايين درهم، وتشمل الأشغال الكبرى والعزل والتكسية والأسقف المستعارة والنجار والصباغة لمدة 15 شهرا. كما أطلق شطر ثاني بقيمة 767 مليون درهم لإنجاز السقف والواجهة الجديدة. وسيتم حذف حلبة ألعاب القوى وتقريب المدرجات من أرضية الملعب، مع رفع الطاقة الاستيعابية من 41,000 إلى نحو 46,000 متفرج، وتغطية الملعب بالكامل استعدادا لمونديال 2030. وفي مدينة أكادير انطلقت مؤخرا أشغال إعادة تهيئة الملعب الكبير أدرار استعدادا لكأس العالم 2030 بعد سنوات من استعمال المنشأة في شكلها الحالي. وقد بدأت فعليا عمليات الهدم والإزالة داخل الملعب ومحيطه، فيما تتولى شركة TGCC الشطر الأول من المشروع بقيمة تناهز 1,080 مليون درهم، وبمدة إنجاز محددة في 15 شهرا. وتشمل الأشغال الكبرى إعادة تهيئة المدرجات والمرافق والعزل والتكسية والأسقف المستعارة، إلى جانب أعمال النجارة والصباغة. كما ستتم إزالة حلبة ألعاب القوى وإضافة طابق أرضي للمدرجات وتقريب الجماهير من أرضية الملعب. وسترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 46,000 متفرج، مع إنشاء سقف بانورامي يغطي الملعب بزاوية 360 درجة، وتطوير فضاء كبار الشخصيات والمرافق التقنية والخدماتية وفق المعايير الدولية. وفي بن سليمان ضواحي الدار البيضاء تتواصل أشغال تشييد ملعب الحسن الثاني بوتيرة متسارعة، بعدما بدأت معالم المدرجات والطوابق العلوية تظهر بوضوح داخل الورش. ويقام المشروع بجماعة المنصورية على مساحة تناهز 100 هكتار، بميزانية تقدر بنحو 5 ملايير درهم، وطاقة استيعابية تبلغ 115,000 متفرج، ليصبح من أكبر ملاعب كرة القدم في العالم. ويتميز بتصميم مستوحى من الخيمة المغربية ضمن مدينة رياضية متكاملة تضم مرافق رياضية وترفيهية وفندقا وفضاءات متعددة. وعلى مستوى الأشغال بلغت نسبة الإنجاز حوالي 40% في آخر المعطيات المنشورة، مع اكتمال الطوابق السفلية وظهور أشغال الطابق الثالث، بالتزامن مع استمرار تركيب المدرجات ورفع وتيرة البناء. ومؤخرا أطلقت صفقات جديدة لتجهيز أرضية الملعب بالعشب الهجين وتركيب أكثر من 114,000 مقعد، بغلاف مالي يقارب 370 مليون درهم. بينما تتواصل أشغال البنية الأساسية والواجهات والتجهيزات التقنية في أفق تسليم الملعب في دجنبر 2027. أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، كما أطلب منكم مشاركتنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات.